لو لسه بتسلق اللحمة عشان خاطر الشوربة، هنسلق اللحمة وهنعمل اللحمة بطريقة جميلة جدا، الكل هيشكرك عليها ان شاء الله. طريقة جديدة جميلة جدا لسلق اللحمة، وعملها بطريقة جميلة جدا. هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. بس قبل ما نخش للفيديو، فضلا وليس امرا ان انتوا تعملوا لي لايك عشان القناة باذن الله تستمر والكل يستفاد باذن الله. اول حاجه معانا، انا بحب اغلي الميه الاول واغسل اللحمه كويس جدا واحطها في الميه وهي بتغلي. لازم الميه تكون بتغلي. طبعا دي الصدمه بتاعتها. في ناس بتحب تشوحها كده، بس انا بحس انها بتبقى مش طعمها حلو. انما لو غليت الميه وسقطت فيها اللحمه بنفس الطريقه هتكون جميله جدا معاك. طبعا هنشيل الوش اللي هو الريم اللي على الوش ده كله، مش هنخلي حاجه خالص على وش اللحمه بتاعتنا. تمام. نبدأ بقى نحط لها البهارات، ملح وفلفل وقرفة، جنزبيل، البهارات الحلوة بتاعتك دي بهارات اللحمة. وفي تكة مهمة جدا ان شاء الله هتبقى جميلة جدا معاكي، نص كوباية عصير طماطم. يا سلام، حطها على الشوربة ودوقوا الشوربة وادعيلي طعمها يجنن. تمام. بعد ما سلقنا اللحمة كويس جدا واستوت معانا كويس جدا، مش هشيل فيها ولا تكة ولا حاجة. معايا بصل متقطع شرايح، مع طماطم متقطعة صغير جدا، وفلفل. تمام. خلطت الخضار بتاعي كويس جدا مع التوابل، ملح وفلفل وبهارات وقرفة وجنزبيل والحاجات بتاعت الحلوة ديت، وعليهم نص عصرة ليمون. تمام. دلوقتي انا هحط الصينيه بتاعتنا على البوتاجاز على نار هاديه جدا، واغطيها 10 دقايق لحد ما تاخد اللون بتاعها الجميل ده. شايفين ما شاء الله ولا قوه الا بالله، والله طعمها زي كباب الحله بالظبط. يا رب اتمنى الفيديو بتاعنا النهارده يكون عجبكم واستفدنا كلنا طبعا كلنا بنستفاد من بعض. اتمنى تشيروا عشان البنات الصغيره تعمل حاجه جميله جدا، واشوفكم على خير فيديو قادم.